السلام عليكم وكي دايرين لاباس عليكم بخير هانيين. كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير وبصحة جيدة. جيت نحضر معاكم هاد الورقة اللي ناجحة 100% وغير بجوج ديال المكونات بدون تعقيدات. ما كتجي لا مقطعة لا والو، شكليها كيف ما بغيتي، ناجحة. وكنتمنى تجربوها وخليولي لايك على الفيديو وما نطولش عليكم ونخليكم على المقادير. عندنا هنايا زلافة ديال الدقيق الابيض، معاه زلافة ديال الماء. كنضيفوا المكونات قد الماء قد الدقيق قد نفس العبار اللي كنعبروا به الزلافة او كاس، كنعبروا به الدقيق، كنعبروا به حتى الماء. وكنضيفوا قبيصة ديال الملحة وكنطحنوا الكل في خلاط كهربائي، ومن بعد كنصفيوه باش ما كيبقاوش لنا داك التكتلات. ها هو الخليط ديالي، ما كيجيش جاري بزاف وما كيجيش قاصح بزاف. كناخدو اي مقلاة عندنا تكون ما كتلصقش، يا اما مقلاة ديال البغرير الطفال او شي مقلاة تكون عندنا ما كتلصقش. كندهنوها بشويه ديال الزيت، غير شويه، ومن بعد كناخدو بانسو كنبقاو كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنبقاو نعمرو المقلاة ديالنا، وفين ما كنشوفوا شي خويه او شي بلاصه عندنا ما فيهاش داك الخليط كنبقاو نعمروه. ومن بعد كناخدو كاسرول حتى كيطيب لينا داك الماء اللي فيها، عاد كنضيفو المقلاة اي كنطيبو على البخار. وكيف ما قلت لكم فيما بانت لينا شي خويه كنبقاو نعمروها بداك الخليط حتى كطيب لينا. راه كطيب لينا بالزربه ودغيا كطيب وكتجي غزاله، ما مثقبه، كتجي رقيقه، ما كتقطعش. غير هو خصنا نستعملوها في نفس النهار، ما يمكن ليهاش تبقى حتى لا غدلين او نديروها في الثلاجه. هنايا فاش كانت قربت طيب ليا كنحيدها من المقله بسهوله، دغيا كتحيد وما كتلصق. كناخدو بلاستيكه وفي كل حبه حطيناها كنبقاو نوضعو عليها شويه ديال الزيت، ما كنكثروش الزيت، غير شويه ديال الزيت وصافي. هنايا كنكونوا كملنا الورقه ديالنا اللي ناجحه 100%. كتجي زوينه ونتمنى تجربوها وبسلامه عليكم.